في 10 دقايق هتحضريه، سهل وبسيط وبمكونات على قد الإيد، وكل اللي هيدوقه هيتجنن عليه من جماله. يلا نسمي بالله ونبتدي. أول طبقة هتكون من البسكوت، أي بسكوت إحنا نفضله. هعمل منه طبقة كده وهسقيه بمعلقتين من الحليب، وبعد كده هرجع أعمل طبقة تاني من البسكوت وهسقيهم بمعلقتين من الحليب. تاني طبقة محتاجة 3 كوبايات من الحليب، وهضيف لهم 3 معالق من الكاستر، 4 معالق من السكر، وهقلبهم كويس وبعدين ارفعهم على النار لحد ما القوام بقى يبقى كريمي جدا. واخر حاجه هضيفها ظرفين من الفانيليا. هقلب كويس وارفعهم من على النار، وبعد كده هضيفهم بقى على طبقه البسكوت، وهسيب الطبقه دي تبرد كده لحد ما احضر اخر طبقه، عباره عن نص كيلو من الفراوله. تستخدم فراوله مجمده او فريش المتوفره. ضفت عليهم ربع كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، وباكت من جيلي الفراوله. هقلبهم مع بعض واروح ارفعهم على النار. هسيبهم بالظبط 5 دقايق بعد ما الفراوله بتاعتي توصل لمرحله الغليان، وده بيكون شكلها. المهم ان احنا لازم نسيبها تبرد تماما، وممكن نعمل الفراوله دي اول خطوه يعني ونسيبها تبرد. هوزع بقى صوص الفراوله على الوش كده وادخلها التلاجة لمده ساعه لحد ما الطبقه اللي فوق دي تتماسك، وبجد بقى طعمها رهيب. جربوا الحلا ده بقى وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ولو عجبتك وصفه النهارده ما تستخسريش فيا لايك ودعوه حلوه من قلبكم زي ما انتم معوديني. وما تنسوش تحملوا التطبيق المجاني اللي هتلاقوا فيه كل وصفات رمضان. هسيب لك الرابط بتاعه في التعليقات. حملوا التطبيق هتلاقوا الوصفات مكتوبه. هسيب لك الرابط بتاعه في التعليقات. مستنيه بقى رايكم، وكل سنه وانتم طيبين.